السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه بلو سكاي. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل شراب، بس طريقه الكعب فيه مختلفه شويه. طريقه الكعب دي اسمها بالانجلش شادو شورت روز، اللي هي عباره عن ظل الصفوف القصيره. انا كنت عامله لكم فيديوهين للشرابات. الفيديو ده اللي هو بتاع الشراب ده عملت فيه كذا طريقه، اللي هي نمشي كده وكده وكده، فيها خطوات كتير شويه. دي طريقه تقليديه والقديمه للشرابات والناس كلها بتستخدمها لانها بتدي سمك شويه للشراب. تمام. الطرق الجديده اللي اسمها الطرق الصفوف القصيره، انواع كتير قوي من الصفوف القصيره، في منها الالمانيه واليابانيه وهكذا. ان شاء الله هجيب لكم على قد ما اقدر منهم. الطريقه دي بقى اسمها ظل الصفوف القصيره. انا شايفه ان هي افضل طريقه فيهم واسهل طريقه، يعني انا شفت في الطرق كتير وعجبتني دي وقلت اعمل لكم عنها فيديو. ليه؟ لان ما فيهاش خرام. الشراب ما فيهوش اي نوع من الخرام، ما فيهوش انك تزودي غرزه، ما فيهوش انك تنقصي غرزه. تحسي ان هو غرز عاديه خالص والموضوع بسيط. الغرزه اللي هنا معينه بنعملها اسمها ايه؟ اسمها غرزه التوأم اللي هي توين ستيتش، وهوريكم ازاي نستخدمها. مره بابره الكروشيه نعملها يعني، ومره بالابر دي اللي هي العاديه. هي دي التركه الوحيده اللي موجوده في الشراب، اسمها غرزه التوأم. تمام. ده كده شكل الكعب بتاعي. الصفوف بتاعته شايفين ماشيه كده ونازله على طول، ما فيهاش خرام، ما فيهاش كلاكيع، مش مضطره انك تاخدي غرزتين من على الجنبين عشان تربطي الكعب بالوش وتقومي منقصاهم بعدين. مفيش اي حاجه من الحاجات دي كلها. بتحافظي على نفس عدد الغرز اللي انت بادئه بيه، فما بتضطريش انك تقعدي تعدي عشان توصلي على نفس العدد هو. تمام. الحاجات اللي احنا هنستخدمها، انا هستخدم فيه الخيط التخين ده اللي هو خيط هيمالايا في السامبل ده. تمام. ده اسمه خيط هيمالايا بيج. اوكي، ده كبير عشان بس الغرز تبقى واضحه، فانا هستخدم الخيط التخين ده. اوكي. وهستخدم ابر دائريه مقاس 6 بطريقه الدايره السحريه، الابر الكبيره دي. الابر دي تقريبا 80 سنتي، او ممكن تستخدمي ابره 100 سنتي برده، كل ما تكبر كل ما يبقى افضل. ماشي. فانا هنستخدم طريقه الدايره السحريه، الحلقه السحريه يعني. الفيديو بتاعها موجود تحت في الديسكربشن بوكس، لو مش واضح هنا يا ريت تبصوا عليه، لان انا شارحه فيه ان ديتيلز للناس المبتدئين ازاي يتعاملوا بطريقه الدايره السحريه. تمام. وهنستخدم ابره كروشيه. كمان محتاجين ان احنا نبقى عارفين ازاي نعمل غرزه عدله، ازاي نعمل غرزه مقلوبه، وازاي نستخدم الابر الدائريه. الفيديوهات دي كلها موجوده تحت في الديسكربشن بوكس. وازاي نعمل سطر البدايه بطريقه واسعه شويه. شوفي الطريقه اللي تريحك. انا عن نفسي بحب الطريقه الالمانيه، والفيديو بتاعها برده موجود تحت في الديسكربشن بوكس، يا ريت تبصوا عليه. اوكي. الشراب بتاعي ده الباترن بتاعه. اوكي. الشراب كله زي الفيديوهات اللي فاتت ما عدا الحته بتاعه الكعب. يعني الاول هنعمل غرزه ريب، بعد كده غرز عدله عاديه، وهنا برده غرز عدله عاديه، وبعد كده ننقص ونعمل طريقه الكيتشنر. انا بفضل صراحه طريقه الكيتشنر. شوفي الطريقه اللي تعجبك لانها بتخلي الشراب نظيف. شايفين مثلا من هنا دول عباره عن قطعتين ربطتهم ببعض، شكلها نظيف جدا. فانا كده كده هعمل الشراب نفسه هو ما عدا الحته بس بتاعه الكعب. عشان اعمل حته الكعب احنا بنقسم زي ما قلت لكم، بنشتغل الكعب على نص عدد الغرز. شايفين اهو، نص عدد الغرز بشتغل عليهم الكعب. يعني مثلا انا هنا عامله 24 غرزه، هشتغل على 28. ده 28 وده 24. 28 غرزه انا هشتغل هنا على دي 14 ودي 14، واشتغلت الكعب عليها. تمام. هنا انا مشتغله برضو على نص عدد الكعب اللي هو 12 هنا و12 هنا. عملت الكعب على ال 12 واشتغلت عليهم، وهوريكم ازاي نعملها. بالنسبه للمقاس، الباترن بتاعي مكون من تكرار 4 غرز. سواء تستخدمي الخيط التخين ده او الخيط الرفيع المقاس هيختلف تماما. هنا انا عامله 24 غرزه، هنا انا عامله 28 غرزه. شايفين الفرق في الحجم؟ عشان ده خيط تخين وده خيط رفيع. الفتله من دي قد تقريبا، هنا دي قدها تقريبا مرتين او 3 مرات. شايفين الفرق الخيط قد ايه؟ هنعمل ايه بقى؟ مثلا المقاس الكبير من الخيط الرفيع ده انا مقاسي منه 60 غرزه. المقاس المتوسط بيبقى مثلا 48 غرزه. المقاس الصغير اللي هو زي ده 28 غرزه. تمام. تبداي من اول هنا. انت عايزه تعملي دلوقتي مقاس كبير اللي هو 60 غرزه. هتعملي ايه؟ هتشتغلي سطر البدايه و3 4 5 صفوف من غرزه الرب، وتبداي تقيسيه. هتنزلي كل الغرز على الكور زي ما انا عامله هنا اهو، عامله دايره بعيد عن الابر لان الابر ناشفه، وتلبسيه. ماسك كويس يبقى كده تمام، هتكملي. ماسك مش كويس، مش عارفه تدخلي رجلك، يبقى هتفكي وتزودي 4 غرز او تزودي مثلا 8. المهم شيء تكرار 4، وتقومي عامله تاني سطر البدايه وتكملي وتقيسي برده وتشوفي اذا كان المقاس كويس ولا لا. هي دي يا جماعه اهم خطوه، انك تقيسي شغلك في التريكو. كل ما تعملي حاجه لازم تقيسيها. تمام. عشان تقدري توصلي على افضل مقاس. عايزه تعملي المقاس الصغير تعملي نفس الكلام. مثلا المقاس ده عاجبك، عايزه تعملي طفل صغير، هتقومي عامله 28 غرزه بتوعك. تمام. وتعملي سطر البدايه وكام صف وتقيسيهوله. المقاس كويس تمام، مش كويس يبقى هتفكي وتبداي تزودي 4 غرز. نفس الكلام في المقاس المتوسط. هي دي يا جماعه الفكره. اوكي. انا هنا عامله 24 غرزه. اوكي. والشراب ده
متوسط في الحجم، اكبر من كده برضو هتزودي 4 غرز بالخيط التخين. بغض النظر بقى انت استخدمتي خيط تخين، خيط متوسط في الحجم، خيط رفيع زي ده، كل اللي هتعمليه هتقيسي شغلك. اوكي، تشتغلي بس حبه وتقيسيهم. هنعمل دلوقتي 24 غرزه بطريقه سطر البدايه الواسع على الابر الدائريه، ونتقابل عشان نبدا شغل. اوكي كده انا حطيت خلاص ال 24 غرزه بتوعي على الابره الدائريه. اوكي، وادي الابره اللي خارج منها الخيط هنا قدامي اهو. تمام، هبدا اعمل ايه؟ هقوم مرجعه الغرز بتاعتي لورا عند الكورد، واعد بالنص بالظبط 12 غرزه كده النص بالظبط. هعمل ايه؟ هقوم ماسكه الغرز واقوم شاده كده، اطلع الابره الطويله دي وادخل دي جوه كده، وادخل دي جوه كده. هقربها لكم عشان تشوفوها. دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ اهم حاجه ادي الخيط خارج من الابره دي، والغرز بتاعتي كلها لازم تبقى سليمه. الخيط المتوسط ده مالناش دعوه بيه، الخيط القصير. الغرز بتاعتي اتاكد ان هي داخله لجوه. تمام اهو، داخله لجوه اهو، داخله لجوه. اهم شيء مش ملفوفه. تمام، يبقى هي كده كلها تمام. يعني ايه ملفوفه؟ يعني ملفوفه كده حوالين نفسها كذا لفه، كده هتبقى التيوب بتاعك بايظ. خلاص اتاكدنا ان كله تمام. هنعمل ايه؟ ادي الابره اللي خارج منها الخيط، هقوم مخرجه جزء كبير منها، هيتبقى جزء هنا وجزء هنا. لو انا شرحي سريع اتفرجوا على الفيديو بتاع الدايره السحريه اللي هو بتاع الابره الدائريه، انا شرحها فيه بالتفاصيل. ادي الجزء بتاعي، وادي الغرز كلها سليمه، وانا خرجت الابره اللي خارج منها الخيط عشان اربط الاثنين. شايفين واسعين ازاي؟ اربطهم مع بعض. هعمل ايه؟ هشتغل الغرز دي بالخيط اللي ورا ده، فكده هيتربطوا. تمام، هقربها لكم اهو. انا هنا ادخل الابره في اول غرزه، هعمل غرز 2 عدله 2 مقلوبه. هدخل كده، هاخد الخيط واقوم خارجه كده. دي غرزه عدله، ادي التانية العدله. بعد كده هعمل 2 مقلوبين. تمام، وهي دي الطريقه. كده انا ربطت التيوب بتاعي. هشتغل لحد الاخر. ادي 1 2 عدله 2 مقلوبه. اوكي، وسط البداية دايما بيبقى ضيق. اوكي خلصت. الابره اللي خارج منها الخيط بقت دي. هنعمل ايه عشان نرجع للوضع الاساسي؟ هنلف. بعد ما نلف هندخل الابره مكانها، نرجع للوضع الاولاني اللي احنا كنا عاملينه. دخلت الابره خلاص. انا بعلم بدايه الدايره بتاعتي بالخيط ده. عايزه تحطي ستيتش ماركر حطي. تمام، طبعا انت المفروض تسيبي خيط اطول من كده عشان تقدري يعني تمشيه في الاواخر عشان ما يفكش منك. نعمل ايه؟ هاخد الخيط واسلكه واحطه قدامي كده فوق، ما يبقاش ملفوف كذا لفه، خارج من الغرزه على طول. هخرج الابره اللي خارج منها الخيط وابدا اشتغل 2 غرزه عدله 2 مقلوبه. وصلت للاخر. شايفين الحبل الكبير ده الحبل اللي انا ربطت بيه ده الخيط ده ما تقلقوش هيلم بعد اول صف. تمام، ما تقلقوش. كده انا خلاص خلصت. هعمل ايه؟ ادي الابره اللي خارج منها الخيط بقت الناحيه دي. هنلف في الاتجاه التاني وهندخل الابره مكانها. اوكي، وهنخرج الابره اللي خارج منها الخيط، وبعد كده نرجع نشتغل 2 غرزة عدلة 2 غرزة مقلوبة. هي دي طريقتي يا جماعة الدايرة السحرية. لو بالنسبة لكم مش واضحة يبقى لازم تتفرجوا على الفيديو، انا شرحها فيه ان ديتيلز ازاي نعملها. اوكي، خلصت. هنعمل ايه؟ هنرجع للوضع التاني اهو.
وندخل الابره دي مكانها ونخرج الابره. ادي الخيط ما يبقاش ملفوف كذا لفه، نسلكه ونحطه قدام على طول ونخرج الابره اللي خارج منها الخيط ونبدا نشتغل. هنكرر الموضوع ده امتى؟ لحد ما نخلص 10 صفوف. تمام. بعد ما نخلص 10 صفوف هنشتغل صفوف من الغرز العدله على حسب طول الشراب اللي انت عايزاه. كده خلاص انا خلصت ال10 صفوف بتوع غرزه الراب اللي هي 2 غرزه عدله 2 مقلوبه، وخلصت كمان 3 صفوف من الغرزه العدله. تمام. طبعا ده سامبل، انت عايزه تطولي عن كده تطولي براحتك. دلوقتي انا هبدا اعمل الجزء بتاع الكعب. قبل ما نبدا جزء الكعب لازم نتاكد ان انا عندي مقسمه الغرز كويس. انا هنا عامله 24 غرزه، هقسمهم 12 و12، اعدهم وتتاكدي ان هما فعلا 12. تمام. لو انت عامله مقاس كبير مثلا اللي هو بالخيط الرفيع اللي هو 60 غرزه هتقسمي 30 و30، لان الكعب بيتعمل على نص عدد الغرز فقط. مهما كان انت حاطه كام غرزه تقسميهم بالظبط بالنص ونبدا نشتغل. انا كده في اول الدايره بتاعتي اهو، ادي الخيط اللي انا بعلم بيه الصف بتاعي. هشتغل الصف ده هخليه الوش. تمام. الحته دي هخليها الوش، وده هيبقى الظهر اللي هعمل عليه الكعب. فانا هشتغل الجزء ده كله من اول الدايره، وال12 التانيين دول هم اللي هعمل عليهم الكعب. هطلع الابره اشتغل الجزء ده. تمام. هلف، هدخل دي مكانها. تمام. واخرج دي. عشان نعمل بقى هنشتغل على الجزء بتاع الكعب. هنا هنعمل ايه؟ هنتجاهل الجزء ده. شايفين الجزء الاولاني ده هيبقى على الكورد بالمنظر ده، هيفضل على طول على الكورد لحد ما اخلص الكعب. الكعب هعمله رايح جاي، يعني على الوش اللي هو الغرز العدله، وعلى الظهر اللي هي الغرز المقلوبه. هشتغل على الناحيتين. تمام. طيب دلوقتي انا وصلت اهو للجزء ده. هعمل ايه؟ هشتغل الغرز دي كلها لحد اخر غرزه هنا. هشتغل غرز عدله. انا دلوقتي خلاص بدات في الجزء بتاع الكعب اللي هو نص عدد الغرز، وعدتهم كويس وتاكدت ان هو ده النص. هشتغل غرز عدله لحد الغرزه الاخيره لحد ما اوصل لها يعني. كده انا وصلت لحد الغرزه الاخيره. هقربها لكم عشان نشوف هنعمل ايه. شايفين دي الغرزه الاخيره بتاعتي. ادي الغرزه تحتيها في 7 شايفينها، ادي لوب وادي لوب. ال7 الاولانيه اللي تحتيها على طول دي مسمينها الغرزه البنت، ودي الغرزه الام. تمام. فدي الغرزه الام عباره عن 7. شايفينها؟ شايفين ده اللوب ده، اللوب بتاع ال7 ده هوريهولكم بإبرة الكروشيه عشان يبقى باين، اللي هو اللوب ده اللي احنا هنشتغل فيه. هنعمل غرزه توأم. تمام. يعني ايه غرزه توأم؟ يعني هنخلي فيه 2 لوب. شايفين هنا في خيط واحد بس خارج من ال7 دي، صح؟ انا هخلي فيه خيطين خارجين من نفس ال7. هوريكم ازاي. هعملها لكم مره بإبرة الكروشيه والمره التانيه بالإبرة العاديه دي. هعمل ايه؟ هقوم داخله جواها كده. ثواني ممكن توضحيها لنفسك عشان متبقاش ضيقه. هقوم داخله جواها كده. شايفين انا دخلت جوه ال7. هروح لكم مره كمان عن قرب اهو. شايفين ال7 دي؟ ادي 7. هخش جوه اللوب ده. انهي لوب؟ اللوب اللي هو ناحيه الابر، يعني في لوب ده مالناش دعوه بيه. هخش جوه اللوب ده في الاتجاه ده كده. شايفين جوه اللوب ده بس. هو ده اللي انا عملته. هعمل ايه؟ هاخد الخيط اللي انا ماسكاه واقوم واخداه وخارجاه منه. شايفين عملت ايه؟ وبعد كده هحطه على الابره كده، واقوم شداه من ورا. اهم شيء وانا بحطه على الابره ان الخيط اهو خارج لورا مش لقدام. يعني شايفين؟ يعني انا لما اجي بحطه ازاي؟ بحطه كده. تمام. الخيط نفسه
خارج لورا. لو انت حطيتيها غلط صلحيها. شايفين اللوب اللي خلفي بس بيتشد ازاي؟ لان الخيط نفسه خارج لورا. ده شكلها. هعملها لكم مره كمان. ادي السبعه خرج منها 2 لوب، شايفين؟ غرزتين، كأن في غرزتين مسمينها الغرزه التوأم، غرزتين خارجين من نفس السبعه. هي دي الطريقه اللي احنا بنعملها في الكعب ده. تمام. الطريقه دي بسيطه جدا. هعملها لكم بقى مره بالابر اللي ما عندوش ابره كروشيه. انا شايفه ان هي بطريقه ابره الكروشيه اسهل. هعملها لكم بالابر بتتعمل ازاي. الناس برضو اللي متحبش يعني بتحب تشتغل على طول، هاخد اللوب ده اهو، بدخل جواه بالابره دي، هاخده كده واقوم حطاه على الابره كده، شايفين؟ وافصلهم عن بعض، ما اقربهمش من بعض قوي، واقوم داخله جواها وعاملاها غرزه عدله. يعني انا خلاص خدت اللوب حطيته على الابره وهشتغله غرزه عدله كده، غرزه عدله عاديه جدا. وبعد كده انزله، بعد كده انقل، شايفين انا عملت ايه؟ انقلها على الابره. هي دي الطريقه يا جماعه. طبعا انتوا لو شفتوها كده هتحسوا انها صعبه، بس فعلا خدي ابره وخيط وجربي غرزه التوأم دي، بغض النظر عن الشراب. جربي غرزه التوأم، بعد كده ابدأي اعملي الشراب، اتعلمي عليها شويه. انا جربتها الاول في سامبل على جنب، بعد كده بدات اشتغلها في الشراب. تمام. هعملها لكم مره كمان الطريقه دي اهو. ادي 7، بناخد اللوب ده من السبعه، اللوب اللي ناحيه الابر. تمام. هدخل جواه بالابره واقوم حطاه على الابره كده، وافصلهم كده من بعض. يعني دي الابره دي الغرزه الحقيقيه، ودي الغرزه اللي انا طلعتها، وهقوم شغلاها غرزه عدله، واقوم منزلاها، واقوم حاطه دي هنا، قومي حطاها كده. بس كده، هو ده اللي انا عملته. هي نفس الموضوع بابره الكروشيه، هنكرر الموضوع ده كتير متقلقوش. اوكي، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ زي ما احنا عارفين المفروض في الاول كنا بنعمل دايره ونلف ونلف. دلوقتي انا خلاص هتجاهل دول واحطهم على الكورد زي ما محطوطين كده لحد ما اخلص الكعب. هعمل ايه؟ هقوم لفه بالاسلوب ده واشتغل غرز مقلوبه. الخيط طبعا قدام قدام، لان انا كده كده شايفين الغرزه رجعتها لورا، شايفين اهو ده اللوب، شايفين بيشد ازاي؟ اللوب اللي خارج منه الخيط يبقى لورا، وهشتغل غرز مقلوبه لحد اخر غرزه. اللي بنعمله الناحيه دي هنعمله الناحيه التانيه. لحد اخر غرزه. اول ما نوصل لاخر غرزه انا بحب اشتغل الغرزه التوأم من على الوش، يعني من الظهر هتبقى ممكن رخمه شويه، فانا هشتغل من على الوش. يعني هنلف وهنعمل غرزه توأم في الغرزه دي. تمام. هنبص كده على الغرزه فين اللوب بتاعها، ادي السبعه اللي تحتيها على طول، يعني ادي الغرزه وتحتيها في 7. هنشتغل في انهي لوب من السبعه؟ يعني في لوب هنا ولوب هنا، هنشتغل على اللوب ناحيه الابر، اللوب ده اللي هو ناحيه الابر. تمام. هندخل ابره الكروشيه، هعملها لكم برده مره بابره الكروشيه ومره تانية. هدخل، ممكن اوضحها للناس عشان هي ممكن تبقى ضيقه. تمام. طبعا انت بتاخدي ابره كروشيه على حسب المقاس ده، يعني الابره دي مثلا 5، ممكن تستخدمي ابره رفيعه لو انت عامله خيط رفيع. هدخل ابره الكروشيه جواها، جوه اللوب اهو كده، خلاص دخلتها، واقوم واخده الخيط. تمام اهو، استني اما اوضحها لكم شويه. اهو انا دخلت جوه اللوب، واخد الخيط باي طريقه انت عايزاها يعني، واقوم مخرجاه واشوف. يعني شايفين لو حطيتها كده هتبقى ملفوفه، انا هحطها كده ليه؟ اللوب ده الخيط خارج من ده على طول هنا، لكن الناحيه التانية شايفين الناحيه دي اللوب ده مش كده، ده اللي خارج منه، واقوم حطاها على الابره لورا. اهم شيء الخيط كل مره يبقى لورا، حطها على الابره كده. شايفين بقى عامل ايه؟ عاملين غرزتين كانهم غرزتين في نفس الغرزه خارجين من السبعه، يعني السبعه اهي وخارجين منها 2، مسمينها الغرزه التوأم. هوريكم بقى ازاي ممكن نعملها بالابره نفسها. هنعمل ايه؟ هناخد بالابره دي اللوب بتاعي كده اهو، حطيته، واعمل ايه؟ هشتغل اللوب ده غرزه عدله من اللوب الخلفي، هدخل جواه كده. طبعا الغرزه العدله من اللوب الخلفي لو انتوا ما تعرفوش الفيديو بتاعها موجود تحت في الديسكربشن بوكس، بس انا كده هوريها لكم هنا برده، بس عشان لو حاسين ان هي غريبه ممكن تبصوا عليها برده. المهم كده اهو، انا حطيت السبعه اهي، السبعه خدتها وحطيتها على الابره دي، اوريها لكم اهو تاني
اهي، ادي السبعه، ادي الغرزه، وادي الغرزه اللي تحتيها، ادي 7 هنا و7 هنا، اللوب ده واللوب ده شايفين كده، اهي 7 دي. هقوم واخده اللوب ده اللي هو ناحيه الابر، هحطه على الابره واعمل ايه، واشتغل غرزه عدله من اللوب الخلفي. يعني هدخل ازاي؟ همسك الابره دي وادخل جواها كده لورا، شايفين؟ مش لقدام، لورا، واخد الخيط واقوم مخرجاه واقوم منزلها مع الابره. عملت لي برده نفس الشكل. شوفي الطريقه اللي تحبيها، لا اما بابره الكروشيه لا اما بالطريقه دي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشتغل غرز عدله لحد الاخر، مش للاخر، لحد الغرزه اللي جنب الغرزه التوأم، اللي قبل الغرزه التوأم على طول. هوريكم. شايفين هنا الشكل بتاعي؟ ادي الغرزه التوأم، شايفين شكلها باين قوي، ادي 2 غرزتين في نفس الغرزه، وادي الناحيه التانية غرزتين في نفس الغرزه، هو ده شكلها. هنفضل نشتغل، نحط دي تبقى توأم ودي هتبقى توأم، دي هتبقى توأم، دي هتبقى توأم. هوريكم بس، هعملها لكم مره كمان وهقول لكم هنشتغل لحد امتى. انا كده وصلت للغرزه اللي جنب الغرزه التوأم. عشان اعمل ايه؟ اخليها هي كمان توأم زيها. هقربها لكم ونشوف هنعمل ايه. هعملها لكم بابره الكروشيه. تمام، ادي السبعه شايفينها واضحه جدا اهي، وادي الغرزه اللي فوقيها. انا عايزه غرزه تاني تبقى جواهم، فاقوم داخله كده. امشي، ما تاخديش بس خيط معاكي تاني، يعني خشي كويس في اللوب نفسه، وضحي لنفسك لو هي صعبه. اهي كده انا دخلت اللوب في الاتجاه ده. تمام، واقوم واخده الخيط باي طريقه انت تحبيها، مش هتفرق، حتى لو تنشن مش مهم تنشن، اهو خرجتها على الاخر. ابص بقى على اللوب اللي انا خدته، هحطه في انهي اتجاه، احطه كده ولا احطه كده؟ بتفرق. ازاي هتعرفي؟ الخيط اهو، فين الخيط؟ الخيط خارج لورا، يعني اللوب اللي بيتشد، شايفين اللوب اللي بيتشد ده؟ يبقى لورا، هتحطيه كده وتشدي. شايفين بقت عباره عن غرزتين في نفس الغرزه. هعملها لكم بقى مره بالابر، الناس اللي ما عندهاش ابره كروشيه. هعمل ايه؟ هاخد الابره دي، الغرزه دي قصدي اهو، واحطها على الابره وافصلهم عن بعض. شايفين انا صباعي واقف فين؟ واقف على الغرزه الاساسيه عشان افصلها عن بعض، عشان ما تدخلش جواها. انا بدخل جوا دي بس، واقوم عاملاها غرزه عدله وانزلها مع الابره بس كده، واقوم مرجعه دي ورا. شايفين لما بترجع اللوب اللي بيشد منه الخيط هنا اهو. اوكي كده احنا خلصنا. هنعمل ايه؟ هنلف وهنشتغل غرز مقلوبه لحد الغرزه اللي جنب التوأم عشان نعملها توأم. الخيط اوريدي قدامي لان انا كل مره بحطه في الاتجاه لورا. تمام، اهو انا كده وصلت للغرزه اللي جنب التوأم عشان اعملها توأم هي كمان. هوريها لكم. هعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي على الظهر، انا هلف. انا ما بحبش اشتغل من على الظهر، مع ان في طريقه للظهر، بس نلف احسن ونتعلم حاجه واحده بس، ازاي نعمل غرزه توأم من الوش. اهو لفيت. فين الغرزه اللي المفروض اعملها توأم؟ اهي دي، ادي السبعه اللي تحتيها. فين السبعه اللي ناحيه الابر؟ اهي السبعه دي. هقوم داخله بيها بابره كروشيه كده. شايفين؟ اوضحها بس لنفسي اهو، دخلت جواها واخد الخيط كده. مش هتفرق اي طريقه انت عايزاها، مش هتفرق. انا خدت الخيط، نزل ابره الكروشيه ونبص، ما علينا من الخدمه. المهم فين اللوب اللي عمال يتشد؟ يبقى اللي ورا ده اللوب اللي عمال يتشد رايح جاي رايح جاي. شايفين؟ هحطه على الابره بحيث اللوب اللي ورا يتشد. هو الخيط فتل فما علينا. المهم هو ده كده شكلها. هعملها لكم مره بالطريقه العاديه. تمام، هنعمل ايه بالطريقه الابر؟ هنقوم داخلين بالابره دي جوه هنا، شايفين؟ وهعمل غرزه مقلوبه من اللوب الخلفي، غرزه عدله سوري، من اللوب الخلفي. هدخل جواها كده بس لورا من اللوب الخلفي، واخد الخيط واقوم خارجه وانزلها من على الابره. بقت برضو غرزتين في نفس الغرزه، واشتغل غرز عدله لحد الاخر. اوكي دلوقتي بقى هنقعد نكرر الموضوع ده لحد امتى؟ دلوقتي انا عندي 12
غرزه. انا عملت هنا غرزه، شايفين غرز التوأم شكلها عامل ازاي؟ عباره عن غرزتين في نفس الغرزه، غرزتين في نفس الغرزه، غرزتين اهم في نفس الغرزه، غرزتين في نفس الغرزه. عملت 2 من هنا و2 من هنا، طبعا لازم نفس العدد. هتعرفي ازاي تعملي كام مره؟ انت مثلا عندك 60 غرزه، عندك سوري 30 غرزه، لان ان احنا بنعمل الكعب على نص الشراب. لو انت عامله المقاس الكبير اللي هو 60 غرزه نصها 30، فمثلا دول هيبقوا مثلا 30، او هنا مثلا زي ما انتم شايفين 12. هنعمل ايه؟ هنقسمهم على 3 تلت. انا هنا 12 هقسمهم على 3 يبقوا 4. يبقى هنا عندي نشتغل لحد ما يبقى عندي 4 غرز توأم من هنا، 4 غرز توأم من هنا، وفي النص عندي 4 غرز عاديين. لو انت عامله اللي هو ماسك كبير اللي هو 30 غرزه في الكعب، هنعمل ايه؟ هنقسمهم على 3، هيبقى عندي 10 غرز من هنا توأم، 10 غرز من هنا توأم، وفي النص 10 غرز. تمام؟ مهما كان العدد اللي انت عاملاه هتقسميه على 3. تحطي الموضوع ده في دماغك وانتي بتشتغلي، انك يعني تختاري عدد يتقسم على 3. زي ما قلت لكم مثلا انا 60 عملت الشراب بتاعي 60 غرزه، نصه 30، ال 30 يتقسموا على 3 يبقوا 10 و10 و10 وهكذا. انا هنا عامله 24 غرزه، نصهم 12، كيف قسمتهم على 3 يبقى 4 و4 و4. هوريكم ازاي. هشتغل شويه ونشوف. هشتغل غرز عدله لحد الغرزه اللي قبلها اللي هي دي. هنا توأم هنا توأم، يبقى دي كمان هتبقى توأم. هقربها لكم ونشوفها. اوكي، عايزه تعملي بالكروشيه براحتك. هقوم داخله جواها كده، نورتها لكم خلاص، واقوم حطاها على الابره نفس الكلام، وافصلهم. شايفين هما لما بيجي يقربوا لبعض ازاي؟ انا هفصلهم، واقوم شغلاها غرزه عدله عاديه من اللوب الامامي عادي جدا اهو، بقوا توأم. هنعمل ايه؟ هنلف. هنشتغل غرز مقلوبه لحد الاخر. كده اشتغلت غرز مقلوبه لحد الغرزه اللي قبل التوأم. ادي توأم ادي توأم ادي واحده بس، نلف عشان نعملها هي كمان توأم. اوكي، هنعمل ايه؟ هنقوم داخلين ادي الغرزه وادي 7 اللي تحتيها، هنزل دي كده عشان ادخل جوه ال7 اللي تحت الغرزه. دخلت جواها. بعد ما ادخل جواها هشتغلها غرزه عدله من اللوب الخلفي. يعني ايه؟ يعني ادخل جواها لورا واخد الخيط واخرج، او تعمليها بابره الكروشيه. شوفي الطريقه اللي تحبيها يعني. ممكن نشتغل غرز عدله لحد الغرزه اللي قبل التوأم. فين الغرزه اللي قبل التوأم؟ اهي، لان دي واحده بس، دول 2 2 2. هنعمل ايه؟ هنقوم واخدين اللوب ده اللي هو ناحيه الابر، في لوبين، اللوب ده واللوب ده. انا هشتغل في اللوب ده بس. هقوم واخداه رافعاه واحطه على الابره. بعد كده اشتغل غرزه عدله عاديه. بعد كده احطها ارجعها على الابره عشان يبقوا توأم مع بعض جنب بعض. شايفين؟ والف. اشتغل غرز مقلوبه لحد الغرزه اللي جنب التوأم عشان اعملها هي توأم كمان. هتلاحظوا هنا انا عملت كام توأم؟ 1 2 3 4. يبقى انا خلصت التوأم اللي هنا. هنا هيبقى عندي 3 توأم بس، فانا محتاجه اعمل واحده كمان عشان يبقوا 4 زي ما قلت لكم. نقسم الغرز بالتلت. اشتغل لحد الغرزه اللي جنب التوأم. ادي وصلت للغرزه اللي جنب التوأم. هلف اهو. هعمل ايه؟ هشوف ادي الغرزه، فين الغرزه اللي تحتيها اللي هي الغرزه الام، عباره عن 7. ادي لوب وادي لوب. هاخد انهي لوب فيهم؟ اللوب اللي جنب الابر. فاقوم واخده دي كده وهدخل جوه اللوب اللي جنب الابر واسيبه على الابره دي كده، واقوم شغلاه اخش جواه من اللوب الخلفي واشتغله من ورا. تمام؟ واقوم مرجعاه تاني على الابره. كده انا خلصت. اشتغل غرز عدله بس حبه كده عشان اوريها لكم. اوكي، ده الشكل بتاعي يا جماعه. ده عباره عن ايه؟ عباره عن 4 غرز توأم. هتلاحظوهم ادي 2 ادي 2 ادي 2 ادي 2. غرزه التوأم بنعملها كأنها غرزه، فانا هحسبها 1 2 3 4. هنا عندي 4 غرز مش مشتغلين عاديين، 1 2 3 4. وهنا توأم برضو 1 2 3 4. كده انا ماشيه صح. تمام؟ انت لو عندك عامله 60 مقاس كبير هيبقى عندك 10 و10 و10. اوكي، هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عملت الجزء الاول من الشراب كده خلاص. عايزين نبدا بقى نعمل الجزء الثاني. الجزء الاول من الشراب شايفين عملت المثلث، عايزين بقى نقوم نازلين. انا عملت كده وعايزه انزل. هعمل ايه؟ هشتغل لحد اول غرزه توأم.
فين اول غرزه توأم اهي. هعمل ايه؟ هشتغلها كانها غرزه واحده، هدخل جواهم هما الاثنين، يعني انت تحسي ان هما غرزتين بس هما انا مش هعملهم كانهم غرزتين، انا هتعامل معاهم كانهم غرزه واحده كده بس. اشتغلتها عدله. هعمل ايه بقى عشان اقدر الف واشتغل تاني والقط الغرزه التوأم اللي بعدها واشتغلها عادي؟ مش هينفع الف كده، هتبقى فيه فجوه. فهنعمل ايه؟ هنحط غرزه هنا عشان يبقوا توأم ثلاثي. هي دي بقى الفكره. هنعمل نفس الحركه كل مره، هنشتغل غرزه توأم بطريقه عاديه تمام، والغرزه اللي جنبيها على طول هنعملها هي كمان، نحط عليها توأم تاني. يعني هاخد اللوب ده دلوقتي بقى اللوب بقى واسع جدا وسهل جدا انك تخشوا جواه. هعملها لكم مره بابره الكروشيه اهو. اللوب دلوقتي بقى واسع جدا، ممكن نخش جواه بابره الكروشيه تمام. هخش جواه كده، خدي بالك اوعي تخشي في الاتجاه ده ماشي، لانك بصي تعالي نجرب. لو دخلت في الاتجاه ده، لو دخلت في الاتجاه ده هاخد الخيط واقوم خارجه، هتلاحظي ان الغرزه التوأم انت عملتي غرزه زياده. انا مش عايزه كده، انا عايزه الغرزه تبقى توأم معاهم، تبقى جوه السبعه. شايفين الغرزه هنا لو حطيتها هتبقى بره السبعه ازاي؟ مش منطقيه خالص. انا عايزاها تبقى جوه السبعه، فانا هدخل في اللوب بالعكس اللي هو كده. يا رب تكونوا لاحظتوا ده من اول الفيديو، ان هو بخش كده واقوم واخداها تمام اهي. شايفين اهو؟ هعملها لكم مره كمان. ادي السبعه. هدخل ازاي في انهي اتجاه؟ هدخل في الاتجاه ده جوه السبعه. شايفين؟ واخد الخيط باي طريقه تحبيها واقوم مخرجاه واسيب بقى الابره واشوف فين اللوب اللي خارج من الخيط اهو. ده اللوب اللي بيتحرك، يبقى احطه لورا اهو. دي الطريقه اللي انا عملتها، بقى عباره عن توأم ثلاثي. ونلف. هنشتغل غرز مقلوبه لحد اول غرزه توأم تمام. كده انا وصلت لحد الغرزه التوأم تمام. هنعمل ايه؟ هشتغلها غرزه مقلوبه عاديه في طريقي اوكي. انا بلف بس اول لما هعمل غرزه توأم، لكن دلوقتي انا كاني شايفاها غرزه عاديه تمام. هنخش جواهم هما الاتنين كده نشتغلهم غرزه مقلوبه عادي جدا اهو. ونعمل ايه؟ ونلف. طبعا ما ينفعش اكمل، لازم اخلي دي كمان تبقى توأم ثلاثي. كده انا هعمل ايه؟ هعمل غرزه تبقى دي توأم ثلاثي. هدخل بابره الكروشيه في الاتجاه ده تمام اهو كده. شايفين؟ واخد الخيط باي طريقه انت عايزاها. امشي اخد الخيط وخلاص واقوم مخرجاه من الغرزه تمام، واحطها في انهي اتجاه؟ هشوف اللوب اللي بيتحرك، يبقى ده اللوب اللي بيتحرك اهو، واقوم حاطاه في الاتجاه ده تمام. بقى دلوقتي توأم ثلاثي. كل الغرز اللي جايه دلوقتي هتبقى كلها توأم ثلاثي. بعد اول غرزه لقطناها كله هيبقى توأم ثلاثي، ونكمل نشتغل عادي لحد التوأم الثلاثي. بقى دلوقتي توأم ثلاثي تمام. ادي اول توأم ثلاثي، هدخل جواهم واعملهم غرزه عاديه. اول توأم نقابله هيبقى توأم ثلاثي تمام. هنشتغل غرزه عدله عاديه في طريقنا، ولو كنا بنضطر هنشتغل غرزه مقلوبه عاديه. بعد كده نخلي الغرزه اللي بعديها توأم ثلاثي كمان. بدخل جواهم هما التلاتة اشتغلهم غرزه عدله عاديه تمام، وهخلي دي بقى توأم ثلاثي. المره دي هعملها لكم بالابر. طبعا اهو شايفين واسع اللوب ازاي؟ واسع جدا. هقوم واخداه واحطه على الابره تمام اهو، وافصله عن بقيه الغرز. شايفين الغرز اهي؟ افصله عنها عشان هو بيبقى عايز يروح لهم، واقوم داخلاه واقوم اعمله غرزه عدله عاديه. انزله بقى واحط دي على الابره. شوفي الطريقه اللي تريحك، سواء بابره الكروشيه، انا شايفه ان ابره الكروشيه اسهل. والف. هنكمل غرزه مقلوبه، غرز مقلوبه لحد التوأم بتاعنا. اول توأم هيبقى برده توأم ثلاثي زي ما قلت لكم، كله اللي جاي دلوقتي هيبقوا توأم ثلاثي.
حاجه في الطريقه دي ان مبيبقاش فيه خرام في الاخر في الشراب، ولا بنلقط غرز من على الجوانب، ولا بنعمل اي حاجه من الحاجات دي كلها. الشراب بيخلص بسرعه جدا. اهو ادي اول توأم ثلاثي هعمله برضو غرزه مقلوبه في طريقنا واحنا ماشيين اهو. احنا في مكان الغرز المقلوبه هعمله غرزه مقلوبه عاديه. طبعا هو في الخيط التخين هي شكلها تخين قوي، بس طبعا في الخيط الرفيع هتبقى ابسط من كده. تمام. انا كده خرجت وعملت توأم، يعني خدت توأم ثلاثي عملت غرزه مقلوبه ونلف. عشان اقدر الف واكمل لازم اعمل دي توأم ثلاثي. تمام. هي نفس الخطوه بنقعد نكررها. هعملها بقى بالابر. هقوم واخده الابره دي تمام وادخل جوه اللوب ده اللي هو طلع منه الغرزتين التوأم، واعمل واضيف لهم توأم كمان اهو. خدتها اخش جواها بالابره دي كده لورا واعملها غرزه عدله من اللوب الخلفي. بقوا توأم ثلاثي 1 2 3 جوه نفس الغرزه، وهشتغل لحد الاخر غرز عدله. كل مره هنعمل كده. هنشتغل غرز عدله لحد اول توأم هيقابلنا. احنا مبنقعدش نعد بصراحه، انتي بتقعدي تشتغلي اهو. ادي اول توأم قابلني اللي هو التوأم الثلاثي ده، هقوم داخله جواه واعمله غرزه عدله في طريقي. تمام. عشان اقدر الف واشتغل غرز مقلوبه من ورا لازم اخلي دي توأم ثلاثي معايا. هقوم داخله جواها كده جوه اللوب اللي تحتيها على طول، واقوم حطاها على الابره. تمام. شايفين لما حطيتها كده اتمزجت معاها عادي جدا. افصليهم بس كده، يعني بايدك دي كده افصليهم. اهم شيء يعني لما تيجي تخشي في دي بس، ما تخشيش في التوأم اللي جنبه. تمام. احنا بنخش في دي بس عشان نعملها غرزه عدله ونحطها تاني على الابره، لانك لو دخلتي فيهم هما الاثنين هتلاقي نفسك زغرتي الغرز. المفروض عندي 3 غرز هنا جوه غرزه واحده. ونلف. تمام. هنشتغل لحد اول توأم يقابلني. هو تحسي ان ما فيهاش تفكير قوي، الموضوع بسيط. طبعا المفروض تكوني اسرع من كده عشان ايه، انا بستخدم خيط تخين جدا والابره كبيره. ادي اول توأم قابلني. انا هنا في الغرز المقلوبه هشتغلها غرزه مقلوبه. هدخل جواهم هما التلاتة. قلت لكم سواء توأم ثنائي سواء ثلاثي انا بعمله كانه غرزه واحده بس، والف. عشان اقدر الف واكمل غرز عدله لازم اخلي دي توأم عشان ميبقاش فيه خرم. هي دي الفكره. عشان اقدر الف لازم يبقى دي توأم كمان. لازم الخيط، شايفين الخيط خارج منين؟ من الابره دي. لازم يبقى خارج من هنا. عشان كده بنعمل موضوع التوأم ده. هنعمل ايه بالابره دي؟ هدخل جوه فين؟ شايفين جوه دي اللي تحت الغرزتين على طول، اول واحده. تمام. واقوم داخله جواها لورا بعد ما احطها على الابره. شايفين حطيتها على الابره ازاي؟ هدخل جواها لورا واخد الخيط. طبعا انتوا بصراحه لو شفتوا الحاجات دي كده هتحسوا ان هو صعبه، بس فعلا هي الموضوع سهل جدا وبسيط جدا. وشايفين الكعب اتعمل ازاي اهو، ونضيف جدا مفيهوش اي نوع من الخرام. تحسي ان انتي شاريه الشراب اصلا. لو عامله خيط رفيع هتحسي ان انتي كانك شارياه. الكعب نضيف مفيهوش اي نوع من الخرام. نشتغل غرز لحد الاخر، لحد اول توأم هيقابلني. شايفين الكعب خلص ازاي؟ موضوع سريع مفيهوش خطوات كتير. ادي اول توأم هيقابلني. هقوم داخله جواه وعامله غرز عدله. بغض النظر انا هنا في الوش يبقى هعمل غرز عدله، انا في الظهر هعمل غرز مقلوبه. يعني انا هنا خلاص خلصت التوأم من الناحيه دي، ناقص لي غرزه توأم واحده بس القطها. تمام. من الناحيه دي لو انا لفيت كده واشتغلت غرز مقلوبه لحد التوأم ده واشيله، وبعد كده ابقى اكمل الدايره، اشتغل بقى دايره واقوم رابطه الاثنين، للاسف هيبقى في خرم كبير قوي هنا. فهنعمل ايه؟ هنعمل الاتي. الطريقه دي لطيفه جدا وما بتخليش في خرام. فاكرين احنا كل مره بنعمل الشراب بنضطر نقوم واخدين غرزتين من هنا عشان ما يبقاش في خرم؟ هنا في الشراب ده مش هيبقى فيه خرام. هعمل ايه؟ هقوم مدخله الابره دي كده واشتغل دايره، وهاخد التوأم دي من الناحيه التانية، يعني هكمل الدايره بتاعتي. تمام. يعني انا هنا اهو خلاص على الظهر خلصت الغرز كلها ما عدا التوأم اللي هنا. خلصت اخر توأم شلته كان هنا. فاعمل ايه؟ هقوم لفه واشتغل الدايره عشان ما اعملش جاب هنا، ما اعملش فجوه. هقوم مخرجه دي كده، ودي اول مره خلاص بقى اشتغل على الوش.
واقوم شغاله غرز على الوش. هنا بقى احلى حاجه في الشراب ده، احنا مش مضطرين بقى ناخد غرز من على الجنب عشان الفجوه والحاجات دي، مفيش، وبعد كده نرجع ننقصها من على الجوانب، لا هنا بقى مفيش اي حاجه من الحاجات دي، الكعب بيتعمل وبتخلصي على طول، الموضوع بسيط. اوكي اهو خلصت الوش. فاكرين هنا كنا بناخد خيطين، بناخد غرزتين، دلوقتي لا، كل اللي هعمله ان انا هاخد الغرزه التوأم وهشتغل عادي جدا، مش هيبقى فيه فجوات. تمام، ادي اهو، ادي الغرزه اللي هو التوأم الثلاثي، هقربها لكم. انا هشتغلها بس هشتغلها من اللوب الخلفي، ليه؟ لان لو اشتغلتها كده هتعمل فجوه، فانا هخش جواها كده لورا، يعني بدل ما اخش لقدام واشتغلها غرزه عدله اشتغلها لورا، واخد الخيط اهو، انا دخلت لورا، شايفين اهو، انا اهو المفروض اشتغل عادي غرز عدله صح اهو، دي الدايره السحريه بتاعتي، والخيط اهو خرجته من اللي ورا وهشتغل هنا. لو اشتغلت كده غرزه عدله للاسف هتعمل فجوه، فانا هعمل ايه؟ هدخل جوه دول كده زي ما قلت لكم، انا بعملها كانها غرزه عدله، غرزه عاديه واحده بس، واخد الخيط من ورا واشتغل غرزه عدله من اللوب الخلفي، واقوم شغاله بقيه الغرز كده. خلاص انا خلصت الكعب، وبشتغل دلوقتي في جسم الشراب نفسه اللي هو في القدم، ما علينا. تمام، ثواني هظبط بس الخيط بتاعي. كده انا خلصت الجزء ده اهو، كده انا خلصت الكعب. تمام، شايفين مفيش ولا فجوه من هنا. هعمل دايره اهو، ادي الخيط خارج من الابره دي، هقوم مخرجاها وادخل دي مكانها، نرجع بقى دايره سحريه عاديه. انا خلاص خلصت الكعب، هشتغل بقى دايره سحريه والف قطعه دائريه عاديه جدا. هعمل بس دايره معاكم عشان اوريكم ازاي ان مفيش ولا فجوه. في الشرابين اللي فاتوا كان في فجوات، وبنضطر ان احنا نقوم لاقطين غرزتين فيهم وبعد كده نرجع ننقصهم، في الموضوع سخيف. هنا بقى مفيش حاجه من الحاجات دي كلها، نشتغل على طول. انا دلوقتي بشتغل في الدايره بتاعتي، انا هنا في الوش. تمام اهو خلصت الوش، شد دي كده والف، دي الابره الخارج من الخيط، اقوم واخداها. شايفين الكعب اهو خلص. هي دي الطريقه اللي هنشتغل بيها لحد الاخر، غرز عدله لحد الاخر. انا ما بعملش حاجه مميزه، يعني انا بشتغل بس غرز عدله دايره عاديه زي ما احنا متعلمين اصلا. خلصت. شايفين بقى الشراب بتاعي بقى عامل ازاي؟ ده الكعب، وانت طبعا ممكن تلبسيه دلوقتي. شايفين مفيش ولا فجوه ازاي؟ لقطت الغرز تمام اهو. ده الكعب بتاعي اهو خلصته، مفيش ولا فجوه، كعب نظيف جدا، مفيش ولا فجوه من ناحيتين، مفيش خرم يعني. ودي احسن حاجه في الشراب. فاكرين كنا بنقعد نلقط غرزتين من هنا وننقصهم والكلام ده؟ دلوقتي مفيش ولا حاجه من الحاجات دي، دي افضل حاجه في الطريقه دي، ان احنا بنقعد نكمل. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ خلاص انا خلصت الكعب اهو، ده شكله الوش وده الكعب، شايفين شكله؟ ولقطت خلاص الغرز، وبقيت دلوقتي في شكل التيوب بتاعي اللي احنا اتعلمناه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشتغل غرز عدله لحد دايره 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 لحد ما نوصل للشراب بتاعنا الطول اللي احنا عايزينه. كل اللي هنعمله ان احنا هنقيسه، هنقوم منزلين الابر كلها هنا اهي، وهنحط الغرز كلها على الكورد زي ما انا عامله كده، ونقيس الشراب. تمام، وتشوفي بقى تقعدي تكملي وتقيسيه لحد ما توصلي للطول اللي عند صابعك، وتقفليه بنفس الطريقه اللي احنا قفلنا بيها الشراب. الشرابات اللي فاتت كلها نفس الطريقه اصلا، الفرق الوحيد هو الكعب. تمام، انا بحب اقفل بطريقه الكيتشنر، بنقص من على الجوانب واعمل طريقه الكيتشنر، دي افضل طريقه بحبها. ليه؟ لان بتخلي كأن الغرزه مكمله. تعالي بس شويه على الكعب هنا عامل ازاي. الكعب هنا هتلاحظوا ان هو
ماشي كده ومكمل، ماشي كده ومكمل، ماشي كده ومكمل. شايفين يعني ماشي الصف ده كده ماشي ومكمل، الحته دي كده ماشيه ومكمله. فهو كعب نظيف جدا، عجبني جدا. اول ما اتعلمته قلت اعمل لكم فيديو عنه. تمام، هو سريع جدا واسرع من اي كعب اتعلمته بصراحه. هنكمل الشراب بتاعنا غرز عدله داير ما يدور لحد ما نوصل للطول المناسب لينا. هنعرف منين؟ هنقيس الشراب اهو، الغرز كلها على الكورد بعيده عن الابر، ونقيسها ونشوف. تقريبا هنوصل لما نوصل لحد سنتي ونص تقريبا من الصوابع. هنبدا نعمل طريقه التنقيص، اوكي، وبعد كده نعمل طريقه الكيتشنر اللي هي دي، طريقه الكيتشنر وطريقه التنقيص. طريقه التنقيص وطريقه الكيتشنر هتلاقوها في الفيديو بتاع الشراب التاني اللي هو زي ده بالظبط كده. تمام، هو نفس الشراب بالظبط، نفس عدد الغرز، نفس الخيط، بس هو بس الكعب اللي مختلف. هحط لكم اللينك بتاعه تحت على طول، او اللينك في الديسكريبشن بوكس، وهحط لكم الدقيقه اللي بادئه فيه التنقيص وطريقه الكيتشنر. تمام. كده انا خلاص خلصت جزء كبير من الكعب. تمام، بس طبعا انتي المفروض تزوديه عن كده لان المقاس ده صغير قوي. ما علينا، يعني انا هوريكم دلوقتي الجزء ازاي نبدا ننقص ونعمل عند الصوابع. المفروض انت كده وصلتي لحد سنتي او سنتي ونص من الصوابع. اوكي، ده شكل كده الكعب بتاعي اهو. اهم شيء في الخطوه دي ان احنا نقسم الغرز بتاعتنا صح. يعني ايه؟ اهو ده الكعب، نمشي مع الغرز كده. لو مش متقسمه كويس تقسميها كويس، دي اهم خطوه. تمام، يعني دلوقتي نعدل الكعب كده ونمشي مع الغرز دي مع الجوانب، ونتاكد ان هما ماشيين صح مع الجوانب. تمام، انا اتاكدت منها قبل ما ابدا الفيديو. ادي 12 غرزه وادي 12 غرزه، نعدهم ونتاكد. 2 كده تمام، يبقى كده 12 و12 كده تمام. اوكي، وماشيين مع بالظبط من هنا من هنا. نبدا دلوقتي نقص، نخرج الابره الخارج من الخيط، نبدا نشتغل. اول حاجه هشتغل غرزه عدله، بعد كده هنقص الاثنين دول مع بعض بطريقه اسمها SSK اللي هي تنقيص الغرز العدله من اللوب الخلفي. الفيديو ده موجود تحت في الديسكربشن بوكس، يا ريت تبصوا عليه. نفس الطريقه اللي انا نقصتها في الفيديو اللي فات بتاع الشراب. هقوم واخده الغرزه بتاعتي، اعمل ايه دلوقتي؟ طريقه SSK دي هدخل كده كاني هعملها غرزه عدله، واقوم بدخل دي كده كاني هعملها غرزه عدله اهو. بعد كده ادخل جواهم هما الاثنين. هي دي وظيفتها ايه؟ بتدي ديكوريشن، يعني شكلها افضل من على الجوانب. لو انت عايزه تعملي التانية خلاص براحتك اهو، مش هتبقى فارقه كتيره يعني، دي تدي شكل احلى بحيث يبقى كله ماشي في الاتجاه ده كده. اوكي، بعد كده هنكمل لحد اخر 3 غرز. اخر 3 غرز هنقوم منقصين الغرزتين دول مع بعض بالطريقه العاديه من غير SSK بقى، لان ندخل جواهم هما الاثنين. تمام، ونقصهم مع بعض. بعد كده نشتغل اخر غرزه عدله. احنا عملنا ايه؟ اشتغلنا غرزه واشتغلنا غرزه من هنا والباقي مشغول. هنا SSK، هنا غرزتين مع بعض نقصهم. هتلاحظوا كل صف هنا SSK، هنا غرزتين عاديين. نلف ونعمل نفس اللي احنا عملناه. هتلاحظوا ان كل صف هنقص 4 غرز. هنشتغل غرزه عدله، بعد كده هنا SSK اهو كده اهو. لو يا جماعه مش واضحه هنا يبقى تتفرجوا عليها في الفيديو. تمام، انا عامله فيديو مخصوص عشانها SSK دي، عشان بستخدمها في حاجات كتير. بعد كده اشتغل غرز عدله لحد اخر 3 غرز عشان نبدا ننقص تاني. اهو هنقص الاتنين دول كده مع بعض. بعد كده نشتغل الغرزه دي. خلصت الف. هنكرر اللي احنا عملناه ده تاني. في بعض الناس بتقوم شغاله صف تنقيص وصف غرزه عدله، صف تنقيص صف غرزه عدله. هتبقى افضل لو انت مثلا عامله خيط رفيع، لكن الخيط ده تخين فانا مش هعمل كده. اوكي، هشتغل غرزه وانقص بطريقه SSK، اخش كده جواها واقوم واخداها من ورا وانقصها، واشتغل لحد اخر 3 غرز. انا اشتغلت اخر غرزه، ما علينا. اوكي، نشتغل الاتنين دول كده مع بعض. بعد كده نشتغل دي ونلف. شايفين احنا مبنعملش اي حاجه غير ان احنا بنكرر اللي احنا عملناه، سواء في الوش او في الظهر مش تفرق.
نشتغل اول غرزه، كأننا نقص غرزتين دول مع بعض بطريقه الاس كي، نخش كده جواها كأنها غرزه عدله، ونقوم كأننا بس شايفين بنقلب الغرزه، وندخل جواها تاني جواهم هما الاتنين كده، ناخد الخيط وننقصها من ورا، نشتغل بقيه الغرز لحد اخر 3 غرز اهم. نشتغل الاتنين دول كده مع بعض، نشتغل دي، نلف، نعمل مرة كمان. شايفين هي بدأت تلم ازاي من على الجوانب، بتدي شكل حلو. هشتغل غرزة عدلة، بعد كده هنقص دول بطريقة الاس اس كي، سوري ما علينا. ندخل دي كده ومخرجينها، بعد كده نشتغل دول كده لحد اخر 3 غرز، نشتغل الاتنين دول كده مع بعض، نشتغل اخر غرزة، هتبقى على الوش 1 2 3 4 5 6، هيتبقى على الظهر نفس النظام كده. احنا نقصنا 6 غرز من الوش و6 غرز من الظهر، يعني المفروض انا عندي 12 غرزة من على الوش و12 غرزة من على الظهر، تمام. اوكي، اشتغل غرزة كده، نقص بطريقة الاس اس كي، نخدي كده ومخرجاها كده، اشتغل لحد 3 غرز اهم، هدخل جواهم ونقصهم كده، اشتغل الغرزة دي كده. دي الغرز اللي اتبقت. عايز تشتغلي عن كده اوكي، انا يعني هخلي كده ال3 غرز دول موجودين. ده كده شكل الشراب بتاعي، طبعا هو صغنن جدا بس ده سامبل، انا كده هفكه بعد ما اخلص، لان انا اوريدي انا عملت الشراب ده بخيط رفيع خلاص. فانا مش عايزه اعمله بالخيط التخين لانه هيسخن قوي في الشتاء، وانا ما بحبش الحاجات تبقى سخنه قوي كده، يعني هو بيدفي زياده عن اللزوم. عايزه اقول لكم الخيط الرفيع اللي هو 100% في الاكريليك ده بيدفي جدا، فما بالكم ده هيبقى عامل ازاي. هو كويس قوي للاطفال، يعني هيدفي رجلهم جدا. لو انت عندك مشكله في الموضوع ده في الشتاء ان رجلك بتسقع زياده عن اللزوم، اعملي بالخيط التخين ده، او اعملي فتلتين من الخيط الرفيع او المتوسط، هتلاقي رجلك دفت جدا. ده بيسخن يا جماعه، بيسخن. فانا اوريدي عامله 1 من ده بالخيط المتوسط. اوكي، كده هفك ده بعد ما اخلصه عشان هتلاحظوا ان هو صغنن جدا. اوكي، دلوقتي انا خلصت، وانتوا المفروض لو عايزين تنقصوا كمان نقصوا. اوكي، انا مش هنقص تاني، انا عايزاها كده. وهبدا دلوقتي في الجزء الجديد ان انا هعمل طريقه اسمها كيتشنر ميثود. الطريقه اسمها كيتشنر دي ان انا هخيط الغرز دي مع بعض عشان تبقى شكلها يعني سيملس، يعني من غير ايدج، من غير حرف. هوريكم ازاي. والطريقه دي برضو انا عملتها في الشراب الاولاني، تمام. والطريقه دي ممكن تستخدميها في انك تلمي قطعتين مع بعض من غير ما الايدج يبقى باين، من غير ما الحرف بتاعي يبقى باين، يعني بتلمها كانك اشتغلتيهم مع بعض، تمام. حلوه جدا. اوكي، هقربها لكم عشان تشوفوها بقى. انا اوريدي عملتها في الشراب الاولاني وهعملها هنا تاني معاكم. المفروض نعمل ايه؟ هبعدها بس الحته دي عشان اشرح لكم حاجه. المفروض نعمل ايه؟ ناخد الخيط ده ونلفه كده مره 2 3 4، يعني نسيب كميه ضخمه جدا منه، تمام، عشان ما يقلش. هنقوم عاملين مثلا 6 لفات منهم، بعد كده نقطعه، وبعد كده نلضمه في الابره دي ونبدا نشتغل بيه. اوكي، انا مش هعمل كده عشان زي ما قلت لكم الشراب ده للفيديو بس، فمش هينفع على الخيط بتاعي. وبالمره هوريه لكم بالخيط الابيض هيبقى شكله عامل ازاي في الاخر، تمام. انا سايبه حبه كتير اهو من الخيط الابيض، وعايزين نبدا دلوقتي. انا هتجهها للخيط ده. اوكي، ادي الغرز بتاعتي. انا بشتغل ازاي؟ بشتغل من على الابرتين. اوكي، انا بشتغل من على الابرتين. هعمل اول حاجه خطوتين مش هكررهم تاني، تمام، خطوتين فقط مش هكررهم تاني ابدا، ودول في الاول اعملوا معايا وانسوهم. هعمل ايه؟ هدخل في اول غرزه من هنا كاني هعملها غرزه مقلوبه كده. انا بدخل في غرزه مقلوبه كده صح، واقوم داخله جواها، وبعد كده ورا هدخل جواها كاني هعملها
غرزة عدلة كده. طبعا كل الغرز لو انا عملت كده هتلاقيها لمت كده غلط، كله من تحت الابر، كله من تحت الابر. تمام، دي خطوة مهمة. هتلاقي الغرز عمالة تروح لك من فوق الابر، كله من تحت الابر. كده احنا خلصنا الخطوتين اللي قلت لكم تنسوهم بعد ما نعملهم. نبدا دلوقتي بقى في التكرار بتاعنا اللي هو مكون من 4 خطوات. تمام، اول خطوه هتبقى في الغرزه دي، بعد كده في الغرزه دي، بعد كده دي، بعد كده دي. يعني احنا بنشتغل 1 2 3 4. تمام، بنشتغل في الابرتين مره واحده مع بعض، 1 2 3 4. اوكي، الخيط ده نتخيل ان هو مش موجود. اوكي، يبقى دلوقتي قلنا التكرار بتاعنا 4 خطوات. ادي 1 2 3 4، هنشتغل في الاتجاه ده 1 2 3 4. الخطوه بتاعتنا عباره عن ايه بقى؟ هنشتغل ايه اسمها كده، اوكي، انا مسميها كده، عدله بره مقلوبه نسيبها، مقلوبه بره عدله نسيبها. هي غريبه شويه بصراحه، ما علينا، نبدا نشتغل. عدله بره مقلوبه نسيبها. يعني ايه عدله بره؟ يعني هندخل جواها كانها عدله. احنا ندخل زي غرزه عدله بندخلها كده صح؟ هنخش جواها. بعد كده بره يعني نطلعها خلاص كده مش عايزينها ونشد شويه. مقلوبه نسيبها، ندخل جواها كأننا احنا بنعملها مقلوبه. احنا ندخل في المقلوبه كده يا جماعه صح؟ نسيبها يعني هسيبها على الابره، مش دعوه بيها. هرجع بقى لورا. احنا قلنا ايه؟ مقلوبه بره عدله نسيبها. هنعمل دي مقلوبه ازاي؟ كده. طبعا لو انت شديتي كده والخيط كده غلط، لازم تحت. شايفين اهو بتشدي تحت. احنا قلنا ايه؟ مقلوبه بره. ممكن تكتبي الكلمتين دول على جنب وتبداي تنفذيهم ونشد. تمام، بعد ما ننزلها نشد مش قوي يا جماعه، نشد على الخفيف شويه يعني، بس امشي نشد شويه. بعد كده احنا قلنا مقلوبه بره عدله نسيبها، نخش كده عدله. هتلاحظوا ان هما ال4 خطوات عكس بعض. كده خلصنا ال4 خطوات بتاعتنا. هنبدا نعيدهم تاني لحد ما نوصل للاخر. كل مره هنقوم منزلين غرزتين ونعيد تاني. تمام، الغرزه دي احنا لفيناها والغرزه دي احنا لفيناها، بنرجع نلفها كمان عشان نقدر نرجعها بره. نرجع نكمل يعني في غرزتين كده نزلناهم، هنبدا من اول وجديد يعني ننسى خالص الخيط الابيض الموجود تحت، ونبدا نعمل ايه؟ عدله بره مقلوبه نسيبها، مقلوبه بره عدله نسيبها. نبدا اكتبي على جنب ونبدا. عدله بره، هدخل جواها. انا بدخل زي الغرزه العدله كده. بره اطلعها. مقلوبه ونشد شويه ماشي. مقلوبه نسيبها، هدخل جواها كانها مقلوبه، يعني دخلت الخيط كانها غرزه مقلوبه. نسيبها يعني هسيبها، ندخل على الخيط اللي ورا. دي ايه؟ الغرزتين دول هيبقوا مقلوبه بره عدله نسيبها، مقلوبه هدخل جواها كانها مقلوبه. ايوه احنا نخش مقلوبه كده، الخيط كله من تحت الابر ونشد. تمام، ونخرجها. بعد كده عدله نسيبها. ارجو ان هي ما تكونش صعبه. كل ما نخلص حاجه نشدها. لو ما شديتيش مش هتبقى شكلها لطيف. شايفين شكلها هنا بقت عامله ازاي؟ الخيط الابيض كانه مكمل الغرزه ازاي، كانه 7 مكمل. طبعا الخيط الابيض ده رفيع جدا بالنسبه للخيط التخين، فهتبقى شكلها مكلكع شويه، لكن طبعا لو بنفس الخيط هتبقى شكلها تحفه زي ما وريتها لكم. يعني مثلا هنا، يعني مثلا شايفين الشراب ده مكمل، الغرز بتاعته مكمله، هو ده الايدج اللي انا عملته، شكله نظيف وما فيهوش اي مشاكل. شايفين مكمل ازاي؟ لو انت استخدمتي نفس الخيط بانك تعملي الجزء ده زي ما قلت لكم، هنقطع الخيط ونشتغل بيه، هيبقى شكلها حلو. اوكي، نكمل دلوقتي. احنا خلصنا الجزء ده، نبدا نعمل ايه؟ نبدا نكمل تاني. عدله بره مقلوبه نسيبها، مقلوبه بره عدله نسيبها. اوكي، دي ايه؟ هتبقى عدله، هندخل جواها كانها عدله ونشد ونقوم منزلينها ونشد شويه. بعد كده دي ايه؟ هتبقى مقلوبه، هدخل جواها كانها مقلوبه ونسيبها. دي ايه؟ دي هتبقى مقلوبه بره، ندخل جواها كانها مقلوبه ونسيبها، قصدي بره ونشد. اوكي، ما تنسيش تشدي. اوكي، دي ايه؟ هتبقى
عدله ونسيبها. كده احنا خلصنا. نكمل على الباقي. هنبدا دلوقتي نشتغل الاربعه جداد. احنا نزلنا غرزتين، نشتغل الاربعه الجداد. هتلاحظوا ان الغرزتين اللي موجودين على الابره دول انا اشتغلتهم كاني بشتغلهم مرتين في التكرار، صح؟ مره بشتغلهم ونسيبهم، مره بنشتغلهم وبنوقعهم. ده طبيعي، اوكي، عشان ما تتلخبطيش. هنبدا نشتغل تاني في التكرار. دي ايه؟ دي هتبقى عدله بره، نشد من تحت ونطلعها بره. دي هتبقى مقلوبه جوه، نحطها مقلوبه ونسيبها، مش جوه، نسيبها قصدي، ما علينا. دي هتبقى ايه؟ هتبقى مقلوبه بره ونقوم طاردينها. دي هتبقى ايه؟ عدله، هنسيبها ونشد، منسيش تشدي. نكمل. ناقص لي 4 غرز هنا. عدله بره ونشد، مقلوبه هنسيبها ونشد، مقلوبه بره ونشد، بعد كده عدله هنسيبها. كده احنا خلصنا التكرار. نبدا في تاني. هتبقى غرزتين نعملهم عادي، ولا مش لازم يبقوا 4 يعني. هنقوم داخلين كده عدله بره. اوكي خلاص احنا خلصنا الغرزه دي، الابره دي قصدي، ومقلوبه بره، نشد. وده شكلها هتلاحظوا طبعا عشان هو بالخيط الابيض، والخيط كمان سمكه مختلف عن السمك التاني. هتلاحظوا ايه دلوقتي؟ عباره عن سبعات، شايفين؟ كانها مكمله من هنا، ماشيه 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 وعملت سبعات ونزلت، صح كده؟ بالخيط ده عشان بصوا شايفين في كلكعه هنا. هنعمل ايه؟ هنقوم مدخلينها لجوه الشراب. يعني هدخل ايدي في الشراب، بس انا ما اقربها لكم، ابعدها شويه عشان تشوفوا انا بعمل ايه. المهم هنعمل ايه في الحته دي؟ هنقوم داخلين في اي مكان كده، مثلا ندخل هنا مش هتفرق، ونقوم شادين لجوه ونعكس الشراب. بعد ما نعكس الشراب هنبدأ ندخل ما بين الغرز. طبعا لو في فجوه ارجعي اشتغليها، عشان كده احنا سايبين خيط تخين، تمام؟ لو في فجوه ارجعي اشتغليها. هنلضم الابره لان هي فكت مني، وهنكمل. طبعا انت ممكن تعملي ابره كروشيه، مش هتفرق لو انت ما عندكيش ابره زي دي. هنبدا نكمل عادي كده. بعد ما بوصل لمسافه معينه، اوكي، هنقطع الخيط ده وهقوم فاصلاه. هوريكم ازاي. انا بحب افصله فاصله كده. ممكن اقرب لكم الحته دي لو مش باينه. اوكي، بفصله كده عن بعضه، وباخد طرف منه ادخله في حته تانية بابره الكروشيه. يعني بدخل ابره الكروشيه واخد الطرف ده واخرجه واقوم ربطاها ربطه قويه، يعني بربط الطرفين دول، ببعد طرف منهم عن مكان. اوكي، يعني كده بفصله. وبعد كده بدخل اخد واحده بس منهم بابره الكروشيه او بالابره دي، وهقوم مدخلاها في اي حته تانية، واقوم ماسكاهم هما الطرفين هيبقوا بعاد عن بعض، واقوم ربطاهم ربطه قويه، وبعد كده اقص قريب من الربطه. بس كده، ده اللي انا بعمله. نشوف بقى شكل الشراب من فوق. هو ده شكله. طبعا هو شكله هنا غريب، ما علينا. اوكي، بس هتلاحظوا مثلا يعني دي غريبه ودي غريبه. خليكم في الحته اللي في النص، لان الخيط رفيع جدا، لازم يبقى نفس السمك. وزي ما قلت لكم بنشد واحنا شغالين. هو ده هيبقى شكلها. شايفين السبعات دي كانها مكمله؟ شايفين ادي العمود بتاع السبعات ماشي 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 مكمل ازاي. فبتدي شكل حلو قوي. الطريقه دي بنربط بيها قطعتين مع بعض، بنربط بيها اي حاجه. يعني شايفين شكلها هنا نضيف جدا، عشان نفس الخيط نفس السمك، استخدمت نفس الخيط، لكن هنا الخيط مختلف عن بعضه. تمام كده. انا خلاص خلصت الشراب بتاعي. طبعا هو صغنن جدا عشان عامله للفيديو بس. اوكي، الخيط ده هنلضمه ونقوم موزعينه، وبعد كده ندخله لجوه لجوه لجوه، وبعد كده بنفصله. طرف منه بنقوم حاطينه. ممكن اوريها لكم. ادي الطرف ده
هنقوم مثلا بإبرة الكروشيه، ممكن هقوم واخداه كده واقوم ماشية، تمام، واقوم واخداه كده كمان واقوم ماشية. ممكن اقربها لكم، اخده كمان مرة واقوم ماشية، تمام. بعمل كده، بعمل ايه، بقوم، هو اوريدي الخيط مفصول عن بعضه، بفصله كده شوية يعني، بس الحبة من الخيط زي ما قلت لكم، وناخد الطرف واحد بس منهم ونقوم ماشيين في مكان تاني. اللي انا عملته دلوقتي، هاخد الطرفين دول، بقى في طرف في مكان تاني وطرف في المكان ده، واربطهم مع بعض ربطة قوية، وبعد كده بعد ما اربط ربطتين حلوين كده اقوم قصاه، بس مش قريب منهم، بعيد شوية. انا بحب اعمل الحركة دي، انا بحب اربط في الخيط بتاعي، مش فارقة معايا، تمام. كده انا خلصت الشراب بتاعي، ويا رب يكون الفيديو واضح. وده شكل الشراب، استنوا افردها لكم من الناحية دي. كده احنا خلصنا الشراب، هو شراب صغنن جدا. يا رب يكون الشرح واضح والفيديو عجبكم.